اللي عرفني عليها واحد صاحبي من الاطفال الصغننين اللي بيقعدوا معايا. الولد ده كان مصر جدا انه يسمعني الاغنيه، مصر بشكل مش طبيعي، يعني لازم تسمعيها. وانا بحكي معاه، يعني سمعت منه شويه بس هو ما كانش عارف كلماتها. وبعد كده ابتديت احاول بقى اصلح له بقى الفكره بتاعت ايه، الكلام السلبي بقى مش عايزين نقوله في حياتنا ومش عارف ايه والكلام ده. بس هو كان عنده اصرار رهيب انه انا اسمعه. وفي لقطه من اللقطات حسيت اني انا لو ما سمعتوش بجد هوصله مسج ان انا مش قابله كلامك، انه انا عايزه اتحكم فيك وعايزه اسيطر عليك وخلاص. قررت في اللقطه دي اني ارجع خطوه لورا واسمعه، واسمع الاغنيه معاه واحنا قاعدين. طلعنا الاغنيه من على الساوند كلاود وسمعناها. اتفاجئت، انا حقيقي اتفاجئت ازاي ممكن الواحد يحكم على الجواب من عنوانه. ده يعني حته بشعه جدا. الاغنيه باقيها كله بياخدك في السما، من تشجيع ومن نسر طاير في السما ومن حلم واحد بيعافر فيه وبيقع ويقوم، وبياخدك من حته انه بعد ما الحلم في قلبي اختفى لا ده الخوف بقى هو اللي خلاص ما بقاش موجود. فاهمين قصدي؟ احيانا كتير عشان نوصل محبتنا للي قدامنا بنحتاج نطلع بره نفسنا شويه، بره معتقداتنا، بره الحاجات اللي راسخه في دماغنا واحنا ما عندناش استعداد ان احنا حتى نتناقش فيها. مش هقولك نغيرها، بس حتى نتناقش فيها، حتى ناخد وجهة النظر الاخرى. محتاجين اوقات كتير نعمل ده مع اولادنا عشان يوصل لهم فعلا المحبة الحقيقية اللي جوانا، عشان يوصل لهم فعلا ان احنا قابلينهم وان احنا عندنا استعداد نتناقش معاهم وان احنا عندنا استعداد ناخد برأيهم مش بس نسمعه ونطنشه. مهم قوي في وقت من الاوقات ان انت تدي مساحة انه انت بدل ما انت شايف الوجه الواحد من المكعب تلف كده وتبص على الوجه الاخر اللي ابنك بيكلمك عنه. عندهم وجهة نظر صدقوني، وعندهم وجهة نظر جزئيا صح. ينفع تبتدي من الجزء الصح ده وتشاور له على الباقي اللي محتاج يتعلمه. بس ده مش هيحصل ابدا الا لو طلعت براك. اطلع براك، اطلع برا الدايرة اللي اتعودت عليها. اكسر اللي مربطك وباعد بينك وبين ابنك واسمعه وشوف وجهة نظره، ده يوصل له حبك اكتر.